هيبدأ الفيلم بسلون اللي بتهرب من مجرمين ملثمين عايزين يقتلوها. فجريت منهم ودخلت بيت واستخبت فيه وكلمت البوليس، واتفاجئت ان اللي بيكلمها عارفها. فهي استغربت ازاي عارف اسمها قبل ما تقوله. فاكتشفت ان اللي بيكلمها مش ظابط، وان ده واحد من العصابة. بعدها هجموا عليها وخطفوها. بعدها بنقابل مجموعة أشخاص ما يعرفوش بعض دخلوا مسابقة تبع الجزيرة الخيالية، وهما اللي فازوا بالمسابقة وبالجايزة بتاعتها، وإن هما هيروحوا يقضوا كام يوم في الجزيرة ببلاش، في مقابل إن هما بعد ما يرجعوا بيوتهم يعملوا دعاية للجزيرة. وهيقعدوا في الجزيرة في ضيافة مستر روك، وده صاحب الجزيرة والمسابقة. فهما واقفين في الجزيرة، كان في واحد من بعيد بيراقبهم، وكان ماسك سكينة وشكله ناولهم على نية. بعدها بيروحوا يستلموا أوضهم، وجوين بتلاقي آثار رجلين في أرضية أوضتها، ولما بتمشي وراها بتلاقي مراية فبتبصي فيها. بعدها بيظهر لها واحد محروق، فهي بتتخض، ولما بتبص عليه بتلاقيه اختفى. فهي اعتقدت إن هي بيتهيأ لها، فجرت لباقي المجموعة. فجالهم مستر روك ورحب بيهم وعرفهم قواعد الجزيرة. القاعدة الأولى إن لكل واحد فيهم ليه خيال واحد هيحققه، والقاعدة التانية لما خيالهم يتحقق مش هيقدروا يوقفوه مهما حصل، ولازم الموضوع يتم للآخر. وبعدها بدأوا اللعب، وأول ناس الجزيرة هتحقق خيالهم هما الأخين جي وتي، وهما نفسهم يعيشوا حياة الرفاهية والحفلات. فراحوا علشان خيالهم يتحقق، ولقيوا الحفلة وكل اللي بيتمنوه موجود. وجي وهو قاعد شاف الراجل المحروق برضه. بعدها اختفى بسرعة، فهو اعتقد ان هو سكر، فكمل الحفلة ومهتمش بالموضوع. وبعدها بيجي دور جوين، اللي علشان تحقق خيالها كانت عايزة فرصة تانية علشان تقبل تتجوز حبيبها إيلين، اللي رفضته قبل كده لما تقدم لها. فمستر روك قال لها يعني لو رجع بيك الزمن وتقدم لك تاني هتوافقي؟ قالت له اه اكيد. قال لها طيب شايفة الباب اللي هناك ده وراه خيالك، ودي فرصتك علشان تغيري اللحظة اللي ندمتي عليها. فوهي ماشية رايحة للباب لقيت حاجة بتنقط من السقف، وسمعت صوت مرعب. ولما سألت مستر روك على الصوت، طلب منها إن هي ما تهتمش للموضوع وتكمل طريقها. ولما فتحت الباب لقيت المكان اللي رفضت إيلين فيه. فهي استغربت، واعتقدت إن هما جابولي الجزيرة بطيارة علشانها مخصوص. بس إيلين استغرب وقال لها طيارة إيه؟ أنا جيت بتاكسي عادي. فهي سألته أنا بقيلي 5 سنين ما شفتكش ولسه زي ما أنت متغيرتش. فهو قال لها 5 سنين؟ 5 سنين إيه؟ ده احنا كنا لسه مع بعض الصبح. انت مالك؟ هو انت واقعة على راسك ولا شاربة حاجة؟ فهي استغربت، صبح إيه؟ ده أنا رافضاك من 5 سنين. فراحت لروك علشان تسأله وتفهم منه اللي بيحصل. فقال لها حقيقة إيه اللي عايزة تفهميها دلوقتي؟ انت في إيدك فرصة تصلحي اللي عكتيه زمان. ده انت في جزيرة الخيال، يعني روحي حققي خيالك. بعدها سابها ومشي. بعدها راح لميلاني علشان هي كمان تحقق خيالها. وميلاني كانت بتتعرض للتنمر وهي في المدرسة من بنت اسمها سيلون، فكانت بتتمنى في خيالها ان هي تنتقم من البنت دي بسبب اللي عملته فيها زمان وهم في المدرسة. فطلب منها ان هي تركب الاسانسير وتطلع لفوق علشان تحقق خيالها. ولما بتركب الاسانسير بتشوف نفس الحاجة اللي بتنقط من السقف، وبعدها بتوصل بالسلامة للأوضة. فحطت تليفونها وكانت بتصور فيديو. ولما نورت النور اتفاجئت ان سلون مربوطة جوه أوضة ازاز. فهي اعتقدت ان دي خدعة او هولوجرام. ولقيت جهاز قدامها ولقيت رسالة، ولما فتحتها لقيت تعليمات بالأزرار، وكل زرار مسؤول عن طريقة معينة في التعذيب. بس هي برضو كانت فاكراه مجرد خدعة، فقالت لما تجرب. فدست على زرار وبدأ التعذيب. فهي اتأكدت ان ده حقيقة وعجبها الموضوع، فبدأت تتقل العيار معاها علشان تعذبها أكتر. فظهر فيديو لسلون مع حبيبها اللي بتخون جوزها معاه، فرفعته على الأكاونت بتاع سلون علشان تفضحها قدام كل الناس اللي هي تعرفها. وبعدها اتفتح لها فيديو تاني وهما بيخطفوا سلون علشان يجيبوها الجزيرة. فهي حست إن الموضوع بدأ يكبر، فطلبت من روك إن هما خلاص ينهوا الموضوع. هي انتقمت منها بما فيه الكفاية، خلاص بقى يفكوها ويسيبوها وتمشي. بس محدش رد عليها ولا اهتم لكلامها. ولما حاولت تخرج لقيت ان باب الأوضة مقفول عليها. بعدها بنسيبها وبنروح لباتريك، اللي جه عليه الدور علشان يحقق هو كمان خياله، وان هو كان نفسه يبقى جندي في الجيش زي ابوه اللي مات في الحرب. بس امه رفضت تدخله الجيش ودخلته الشرطة.
بعدها بدأ ينفذ خياله ولبس لبس الجنود واتمشى في الغابة. فجاله الراجل الكبير اللي بسلاح وقال له امشي من هنا بسرعة، اللي بيجي هنا بيموت، حاول تهرب قبل ما تموت انت كمان. وقبل ما باتريك يفهم قصده جاله جنود وخدوه وقبضوا عليه، وبعدها ودوه عند القائد بتاعهم، فلقاه شبه أبوه اللي مات في الحرب. فهو كان هيتجنن ومش فاهم اللي بيحصل، علشان كده كان بينادي على روك عشان يفهمه. فجاله القائد وكان عايز يقتله. بعدها شاف السلسلة اللي باتريك لابسها وليه إن مكتوب عليها اسمه، فسأله هو أنت كاتب اسمي على سلسلتك ليه؟ وقبل ما يجاوبوا فجأة هجم عليهم مسلحين وحصل معركة بينهم وباتريك اتصاب. وبعدها بنرجع لميلاني اللي لسه بتحاول تكلم روك علشان يوقف اللي بيعمله. فبتلاقي واحد دخل عليهم وكان لابس دكتور ومعاه أدوات جراحة علشان تبدأ حفلة تعذيب سلون، وهي كانت بتحاول تمنعه. ولما نزل الكمامة اللي لابسها كان بقه متخيط، ولقيته ان هو الدكتور اللي كان بيعالجها نفسيا وهي صغيرة بسبب التنمر اللي كانت بتتعرض له. فهي كانت بتحاول تمنعه ان هو يعذبها بس هو مسمعهاش وبدأ شغله. وبما ان هو مش عايز يسمعها، هي افتكرت ان في كهرباء ناحية ايدها اليمين، فجات لها فكرة وطلبت منه ان هو يقطع صباعها اليمين. ولما راح علشان يقطعه شغلت الكهرباء، وبعدها دلقت عليهم مية فاتكهرب ومات. وبعدها كسرت الازاز ودخلت لها وانقذتها. وبعدها حاولوا ان هم يهربوا بس ما كانوش عارفين ولا عارفين حتى مين اللي جابهم هنا، وان اكيد اللي بيحصل ده مش صدفة. وفجأة هجم عليهم الدكتور تاني اللي اكتشفوا ان هو ما ماتش، وكان مصمم ان هو يقتل سلون. وميلاني كانت بتحاول ان هي تبعده بس ما كانتش قادرة، فجالهم الراجل العجوز وقتل الدكتور وارتاحوا منه. والراجل طلب منهم ان هم يجوا معاه، وبعدها عيون الدكتور بدأت تطلع دم. ونروح لجوين اللي إيلين حبيبها عرض عليها الجواز، والمرة دي هي وافقت. فوهي نايمة لقيت إن في كائن مخيف بيحط إيده عليها، ولما قامت مخضوضة اختفى. بعدها بنسيبها وبنروح للجندي باتريك اللي فاق من إصابته ولقي نفسه لوحده في الغابة، وفجأة ظهر له الشخص المحروق وكان بيقتله. بعدها باتريك فاق واكتشف إن هو كان في كابوس وإن هو لسه مع الجنود. فجاله القائد وقال له طيب اسمع على سلسلتك، والصورة دي بتعمل ايه في محفظتك؟ وراله صورة القائد وابنه. وبكده باتريك اتأكد ان اللي قدامه ده ابوه في الماضي لما كان في الجيش، فكان بيشرح للقائد ان هو ابنه جاي في المستقبل. بس القائد ما كانش مصدقه. طيب ازاي؟ قاله ان كل ده بسبب الجزيرة دي. قاله طب لو عايزني اصدقك قولي انا هموت ازاي. رد عليه وقال له انت رحت مهمة في فنزويلا وكان في قنبلة هتنفجر في الجنود بتوعك، فانت علشان تنقذهم رميت نفسك على القنبلة وانفجرت فيك. فالقائد استغرب وقال له انا فعلا بكرة رايح فنزويلا. وبعدها نرجع لجوين اللي قامت من النوم ومعتقدة ان كل ده كان حلم. بعدها لقيت خلفية تليفونها صورة فرحها هي وإيلين، فراحت لمستر روك وقالت له على فكرة صورة الفرح بتاعتي انا وإيلين اللي انت عاملها بالاي اي دي حلوة قوي. قال لها بس دي مش اي اي، دي صورتكم الحقيقية ومن فرحكم كمان. ده حتى إيلين لسه قاعد اهو. ولما بصت لقيته فعلا لسه موجود. وفجأة لقيوا بنت إيلين جاتله. فمستر روك قال لها عارفة مين دي؟ دي بنتك اللي خلفتيها لما اتجوزت إيلين من 5 سنين. فقالت له يا عم انت هتجنني، مين اللي انا اتجوزته من 5 سنين؟ قال لها لو مش مصدقة ادخلي وشوفي الفيديوهات والصور اللي على تليفونك. فلقيت صورهم وفيديوهاتهم ليها هي وإيلين وبنتهم في كل مراحلها العمرية. فهي كانت هتتجنن ازاي ده حصل. قال لها ما تستغربيش، كل ده بفضل الجزيرة الخيالية دي. وهو ومراته سمعوا عن الجزيرة، ومراته اقترحت عليه ان هم يشتروها، بس قبل ما تعيش فيها ماتت. وبفضل الخيال اللي في الجزيرة دي قدر يرجع مراته تاني من الموت وتعيش معاه. وبعدها نسيبهم يرغوا مع بعض شوية، ونرجع للجندي باتريك اللي اتفاجئ ان القائد لما عرف ان هو هيموت في فنزويلا قرر يرجع بيته علشان يعيش مع اهله. وده اللي صدم باتريك لان هو كان شايف ابوه بطل وضحى بنفسه علشان جنوده يعيشوا. فطلب من ابوه ان هم يرجعوا للجنود علشان في قنبلة هتنفجر فيهم ولازم يحاولوا ينقذوا الجنود. بس ابوه كان اناني وما فكرش غير في نفسه، ورفض ان هو يرجع يحذر الجنود.
وقرر ان هو خلاص هيمشي. علشان كده باتريك حاول ان هو يمنعه بالعنف. قال له طب طالما انا كده كده هموت لما اروح فنزويلا يبقى اروح ليه؟ فباتريك قال له ما تقلقش، المرة دي انا معاك ومش هتموت. وبعدها بنسيبه مع ابوه ونروح للاخين اللي كانوا عايشين حياتهم. فدخلوا البيت ولقيوا اوضه سريه، ولما دخلوها لقيوها كلها اسلحه. فهجم عليهم ملثمين وضربوهم واتهموهم ان هم قتلوا صاحب البيت ده واستولوا عليه. فهم حاولوا يشرحوا لهم ان هم خدوا البيت ده من روك، بس الملثمين ما كانوش مصدقينهم وكانوا عايزين يقتلوهم وينتقموا لصاحب البيت اللي اتقتل. بعدها نسيبهم ونرجع لجوين اللي راحت لروك علشان تنهي الخيال بتاعها لان هي حاسه ان هي هتتجنن. بس هو قال لها اتبسطي بخيالك شويه يا فاريه، هو في حد يطول ان هو يعيش حياه كان نفسه يعيشها ومعرفش؟ وبعدها بنروح للبنات وهم ماشيين مع الراجل العجوز، فخافوا منه سألوه انت مين وعايز مننا ايه؟ فقال لهم انا ديمن وجاي علشان انقذكم ونهرب من الجزيره سوا. فدخلوا كهف وقال لهم لازم نمشي مع بعض علشان محدش فينا يتوه. بس سيلون كانت حاسة إن في حاجات بتتحرك وكانت سامعة أصوات. بعدها ظهر وراها شبح وحست بيه، بس خافت تبص، ولما بصت عليه اختفى بسرعة. بعدها لما مشيت ظهر الشبح متعلقة على السقف. فهما كملوا مشي، وميلاني شافت الولد المحروق تاني قدامها، ولما اتخضت ورجعت تبص عليه لقيته اختفى. ولما سألوها مالك ايه اللي حصل خافت تقول لهم. بعدها كملوا طريقهم لحد ما راحوا عند الصخرة السحرية اللي فيها خيالهم، وروك كان بيستخدمها للسيطرة عليهم. وديمن طلب منهم ان هم يهربوا بسرعة وهو هيفضل علشان لازم يقضي على شر روك. بعدها نسيبهم ونروح لجوين اللي لسه بتحاول تغير خيالها، بس برضو مستر روك رفض. فقالت له طيب انا مش هغيره، انا هرجع بس لوقت معين. فرجعت بخيالها لوقت حريقة حصلت في العمارة اللي هي كانت ساكنة فيها، وكل الجيران هربوا ما عدا شاب واحد اسمه نيك، وكان محبوس ومش عارف يهرب، وهي كانت بتحاول تنقذه بس ما كانتش عارفة. فنزلت تطلب من الشرطة ان هو يجي يساعدها، واتفاجئت ان الشرطي اللي واقف هو باتريك. ولما طلبت منه يطلعوا ينقذوا الشاب هو رفض يطلع وقال لها الإسعاف هتيجي في الطريق. وبعدها نروح لخيال باتريك اللي هو وأبوه راحوا فنزويلا علشان ينفذوا مهمتهم ويمنعوا القنبلة إن هي تنفجر في الجنود. فبيلاقي جي وكان ماسك القنبلة وكان بيهدد بيها المسلحين. فحصل ضرب نار بين العصابة وبين الجيش، وقدروا إن هم يمنعوا القنبلة إن هي تنفجر. وفجأة واحد من أفراد العصابة اللي اتقتل صحي تاني بس هو متحول لزومبي. وبعدها قتلوا تي وبدأوا يضربوا نار تاني، فضربوا نار على الجيش. والقائد مات زي ما حصل في الحقيقة، بس مش بالقنبلة، اتضرب بالرصاص ومات. ونرجع تاني للبنتين اللي لسه بيحاولوا يهربوا. وميلاني كانت بتحلف لسلون إن هي ما كانتش فاكرة الموضوع بجد، ده كان مجرد تخيل، فلازم يساعدوا بعض علشان يقدروا يهربوا من هنا. فجالهم الدكتور اللي ما بيموتش وحاول إن هو يقتل سلون، بس ديمون أنقذها وحضنه ونط بيه من على الجبل علشان يموته خالص. وبعدين ميلاني وهي قاعدة تفتكر هيهربوا ازاي افتكرت ان هما لما كانوا في غرفة التعذيب كلمت جوز سلون، فراحت تاني الغرفة علشان يكلموه ويطلبوا منه ان هو يساعدهم ويتصل بالطيارة تنقلهم من الجزيرة. بعدها جالهم باتريك وجيني واتفقوا ان هما لازم يهربوا كلهم من الجزيرة. وفي الوقت ده جوين كانت لسه في خيالها وكانت في لحظة الحريق. بعدها أغمى عليها من الدخان، وجوليا المساعدة بتاعت روك جت وأنقذتها. ونزلوا كلهم لروك علشان يمشوا، بس هو منعهم. بس جوين كانت جمعت الحوار في مخها وقالت لهم إن الدعوة على الجزيرة ما كانتش صدفة، هو جمع كل اللي كان ليها علاقة بنيك علشان هي حطت المية على النار ونسيتها، وبسببها المبنى اتحرق. ولما نزلت تطلب المساعدة من الضابط باتريك رفض يساعدها. والأخين كانوا زمايله في السكن، وميلاني كانت صاحبته وكانوا هيتقابلوا يوم الحادثة، وسلون كانت زميلته في المدرسة. فهو جمعهم كلهم علشان ينتقم منهم بسبب موته. بس هما قالوا له ان هما ما كانش ذنبهم ان هو مات ولازم خيالهم ينتهي بسرعة ويرجعوا لحياتهم. فهو قال لهم كويس ان انتوا عرفتوا الحقيقة، بس الحالة الوحيدة اللي هتقدروا تنهوا فيها خيالكم انكم كلكم تموتوا. فهم واقفين يتكلموا معاه سمعوا صوت الطيارة، فجريوا بسرعة علشان يجروا على الطيارة وتنقذهم. فجم رجالة روك وفجروا الطيارة،
فهم هربوا منهم وكانوا بيفكروا يهربوا ازاي من الجزيرة. فجوين قالت لهم أنا في حاجة لاحظتها، إن جوليا دخلت وأنقذتني من الحريق، وإن هي مش شريرة زي رجالة روك ولا مسيطر عليها. فقالوا إن هي ممكن ما تكونش من رجالته وبتكون مخطوفة زيهم وتساعدهم إن هم يهربوا، بس لازم يرجعوا لها علشان يطلبوا منها تساعدهم. بس هم خافوا لو رجعوا يتمسكوا تاني. وميلاني قالت لهم خلاص فكوكوا منها وتعالوا احنا نمشي ونحاول نهرب، وهنمشي على الخريطة اللي معايا دي. راحوا للكهف اللي كانت فيه الصخرة السحرية، ولما دخلوا الكهف كلهم تاهوا عن بعض. وباتريك طول ما هو ماشي بيسمع أصوات، وكان بيقنع نفسه إن هما تعابين البحر. وفجأة ظهر له شبح من تحت المية وشده وكان بيغرقه. وبعدها بيجي دور جيني اللي شاف أخوه قدامه، وكان بيطلب منه إن هو ينقذه. بعدها عينيه بدأت تنفجر، وقتلوا واحد من رجالة روك. فجيني قدر إن هو يهرب منه بسرعة قبل ما يقتله زي أخوه. وبعدها بيجي دور سيلون اللي ظهر لها الشبح صورة منها، وفجأة ظهر لها الدكتور اللي مش بيموت، والمرة دي مسكها وضربها وقتلها. وفي الوقت ده جوين بتلاقي بنتها بتقتل إيلين أبوها، وقالت لها صاحبي قال لي إنك ما تستاهليش خير في حياتك. ولما سألتها صاحبك مين، ظهر لها نيك اللي اتحرق، وعرفت إن هو جاي ينتقم منها. بعدها بنسيبها وبنروح لباتريك اللي قادر يخرج من المية، فليه إن شبح أبوه في وشه وكان بيحاول يقتله. بس باتريك قدر يضربه ويغرقه في المية ويموته. فجات له ميلاني وقتلته، وهو كان مستغرب ميلاني بتقتله ليه. وفي الوقت ده جوين كانت لسه واقفة بتتكلم مع الشبح، فبدأ يظهر لها بصورته الحقيقية قبل ما يتحرق، وكان عايز ينتقم منها علشان مات محروق بسببها. فسمعت صوت صريخ، ولما رجعت تبص على نيك تاني لقيته ان هو اختفى. بعدها جت بقت مجموعة وجات لهم ميلاني وهي ماسكة لهم السلاح، وعرفتهم الحقيقة كلها، وعرفتهم ان هي اللي جابتهم الجزيرة علشان تنتقم منهم كلهم، علشان كلهم كانوا السبب في موت نيك حبيبها، وكل واحد فيهم ليه دور في موته. جوين هي اللي عملت الحريقة بالغلط، وباتريك هو الضابط اللي خاف يطلع الشقة وهي بتتحرق وما قدرش ان هو ينقذ نيك وسابه فوق لحد ما مات. والاخين هما اللي كانوا بيستظرفوا وبيستخفوا دمهم، واتصلوا بالاسعاف وادوهم بلاغ كاذب. علشان كده الاسعاف اتاخرت ومعرفتش ان هي تيجي تنقذه. وسيلون كانت بتتنمر عليها وهما في المدرسة، فدمرت لها حياتها. فهما استغلوا وصلة العتاب اللي هي عاملاها لهم وهجموا عليها وضربوها، وهي واللي معاها من رجالة باتريك. بعدها هربوا وراحوا عند الصخرة المسحورة. فجالهم روك وعرفهم انه جوليا المساعدة بتاعته هي في الحقيقة مش المساعدة، هي في الحقيقة مراته اللي ماتت، وقدر بفضل الجزيرة ان هو يرجعها للحياة تاني. وكل ده بفضل الصخرة السحرية اللي بتحقق الخيال. فعلشان مراته تفضل عايشة لازم هما يموتوا، لأن بموته مراته هتتجدد لها الحياة تاني. فهي كل ما بتموت كل ما بتتجدد لها الحياة تاني، علشان كده هي مش عارفاه. فهو مفهمها إن هي شغالة معاه، وده اللي خلى جوين تحاول تقنعه إن هو يسيبها تموت وما يحضرش روحها تاني، لأن جوليا مش إنسان وهو كده بيعذب روحها. فهو كان رافض وكان مصمم إن هو يقتلهم علشان روح جوليا تتجدد. ومع محاولتها في إقناعه هو أخيرا اقتنع وسابها تموت. وعرفوا إن اللي هيشرب من المية المسحورة اللي تحت الصخرة المسحورة ليه حلم واحد تاني هيتحقق. وسلون افتكرت إن إزازة المية اللي ميلاني اديتها لها دي فيها المية المسحورة بتاعة الجزيرة. فهي شربت منها بسرعة واتمنت إن ميلاني تروح تعيش مع نيك. وقبل ما ميلاني تلحق تتصرف طلع شبح نيك وشد ميلاني بسرعة علشان تموت وتعيش معاه في الحياة التانية. ولما ماتت بدأ مساعدين روك هم كمان يختفوا. فحاولت تخرج تاني من المية وحدفت عليهم قنبلة علشان تقتلهم. بس باتريك حب يعمل بطل زي أبوه ونام على القنبلة وانفجرت فيه علشان يفديهم زي ما أبوه عمل مع الجنود. فالباقي خرجوا بسرعة علشان يمشوا من الجزيرة، بس جيني رفض إن هو يمشي، وعرف إن هو علشان يرجع أخوه للحياة تاني لازم يفضل في الجزيرة. فوافق واشتغل عند روك للأبد. وفعلا أخوه رجع للحياة تاني وركب الطيارة مع البنات، وهو مش فاهم حاجة خالص من اللي بتحصل. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.